حبايبنا طلاب ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع شرح منهج الاحصاء. الاحصاء عندنا يا شباب هي طبعا كلنا عارفين ان هي ماده لا تضاف للمجموع، ولكنها ماده نجاح وسقوط، يعني ممكن تعطلك في التنسيق، اللي هو احنا محتاجين نجيب فيها على الاقل النص او ازيد من النص شويه عشان نبقى في الامان. طيب بس ما تقلقش، الموضوع بسيط. يعني الاحصاء عباره عن 4 فصول. فصل اسمه الارتباط ومعادله خط الانحدار. الارتباط خلاص. بعد كده عندي الاحتمالات، بعد كده التوزيعات الاحتمالية، بعد كده المتغير العشوائي المعياري أو المتغير الطبيعي أو المعياري. كده دول 4 فصول. الفصل الأول اللي هو بيكلمك عن الارتباط، كنت خدت أنت في إعدادية الارتباط ده نوعين. في نوع اسمه ارتباط طردي ونوع اسمه ارتباط عكسي. اللي هو إزاي؟ لو عندي متغيرين أو حاجتين الاتنين بيزيدوا مع بعض أو بيقلوا مع بعض، ده اسمه تغير طردي. يعني مثلا لو س وصاد، لو س بتزيد فصاد بتزيد، ده اسمه طردي. طب س تقل صاد تقل، ده كده ارتباط طردي. انما لو واحد فيهم بيزيد التاني بيقل، يبقى ده اسمه ارتباط عكسي. اللي هو يعني ممكن اقول لك شكلهم كالاتي. يعني الارتباط الطردي اللي هو كده، يعني يديك ده محور س مثلا، ده محور صاد، وتلاقي حاجه طالعه كده، اللي هو كل ما السين تزيد النقط هنا بتبقى قصاد الصاد فالصاد تزيد، ده كده يتقال عليه طردي. انما العكسي، العكس لو ده محور س وده محور ص مثلا وعملنا كده، فانت كل ما السين تزيد الصاد تقل، الخط بينزل لتحت، ده يتقال عليه ان هو ارتباط عكسي. فده ارتباط طردي، لكن ده ارتباط عكسي. لو الاثنين بيزيدوا مع بعض او الاثنين بيقلوا مع بعض، ده الطردي. واحد بيزيد الثاني بيقل، ده بيزيد ده بيقل، يبقى ده اسمه ارتباط عكسي. تمام يا سيدي. او الارتباط ده ادينا له رمز اسمه ر، يعني الارتباط هنسميه ر، وره دي هنحسبها. يعني مش انت قلت لنا مستر نوع الارتباط طردي وعكسي؟ اه، ما هو الطردي ده فيه درجات والعكس ده فيه درجات. ففي 2 علماء بيحسبوا لك الارتباط، واحد اسمه بيرسون والتاني اسمه سبيرمان. ده بيعمل ايه عشان يجيب الارتباط وده بيعمل ايه عشان يجيب الارتباط؟ هنعرف، بس تعالى اقول لك اولا النواتج بتاعه الارتباط ممكن تطلع عامله ازاي. يقول لك الارتباط بياخد ارقام اقلها خالص -1. بص كده، الارتباط اقل شيء -1 واعلى حاجه فيها 1. ده لما نيجي نحسبه. طبعا ازاي؟ قلت لك تصبر شويه. بس هو الارتباط اقل حاجه -1 واعلى حاجه -1. الارتباط من 0 لحد 1 لو كان رقم موجب، لو طلع لك رقم موجب هتقول عليه طردي. طب ولو طلع رقم سالب هتقول عليه عكسي. طب ولو طلع صفر بالظبط يبقى هيتقال عليه منعدم. انا دلوقتي عندي 3 تقسيمات: موجب طردي سالب عكسي، موجب طردي سالب عكسي، صفر منعدم. بس بيقول لك الطرد ده ذات نفسه فيه منه درجات. يعني 1/10، 2/10، 3/10، أول 3 أرقام ده اسمه طردي ضعيف. 4/10، 5/10، 6/10 اسمه طردي متوسط. 7/10، 8/10، 9/10 اسمه طردي قوي. طب لو 1 بالظبط اسمه طردي تام. الناحية التانية نفس التقسيمة هي أول 3 أرقام عشرية اسمه ضعيف، التلاتة اللي بعديهم متوسط، التلاتة اللي بعديهم قوي ضعيف متوسط قوي. لو -1 بالظبط اسمه عكسي تام. يبقى كده الارتباط رمزه ر. نحسبه ازاي؟ نحسبه هتستنى شويه. بس بعد ما نحسبه لو طلع رقم موجب هيتقال طردي، ولو طلع سالب عكسي، طب ولو طلع صفر منعدم. اول 3 ارقام طردي ضعيف، التلاته اللي بعديهم طردي متوسط، التلاته اللي في الاخر طردي قوي، 1 بالظبط طردي تام. الناحية التانية أول 3 أرقام سالبة عكس ضعيف، اللي بعديهم عكس متوسط، واللي بعديهم عكسي قوي، ثم في الآخر عكسي تام، يعني عكسي تماما. تعالى كده، أنا عندي كام سؤال على المقدمة اللي احنا قلناها دي. بيقول لك الارتباط ياخد أرقام بقى الفترة المغلقة من 0 ل1، ولا من -1 ل1 مفتوح، ولا من -1 ل1 مغلق، ولا المجموعة -1 و1؟ طبعا الإجابة مش عايزة كلام، هي الفترة المغلقة من -1 ل1، لأنه أقل حاجة -1 وأعلى حاجة -1. فممكن يطلع من أول -1 لحد -1، ممكن يطلع أرقام عشرية. يبقى الإجابة دي صح. طب ليه ترفض الأولى؟ الأولى بادئ من صفر بس، بيقول لك من صفر لحد 1. طب ودول أرميهم يعني ولا إيه؟ طب وده مرفوض ليه؟ ده مرفوض لأن -1 مفتوح وواحد مفتوح، يعني مش ممكن تطلع لا 1 ولا -1، لأن عاملهم مفتوحين، ده مش حقيقي.
هي ممكن تطلع -1 بالظبط، ممكن تطلع 1 بالظبط، فيبقى دي لا برضه. والاخيره بيقول لك قوسين مجموعه، يعني النواتج بيقول لك يا -1 يا 1 بس. طب وراحت فين كل الارقام دي؟ كل الارقام دي عشان تتكتب لازم لها فتره، تتعمل على هيئه فتره، الفتره المغلقه من -1 ل1. طيب رقم 2 بيقول لك اقوى معامل ارتباط فيما يلي هو نقط. مبدئيا كده الاختيارات دي فيها يعني فيها رقم غلط خالص، اللي هو 1.2 دي. مفيش ارتباط اصلا ب1.2، اشمعنى؟ عشان الارتباط يا شباب قلنا اعلى ناتج فيه 1. فازاي طلع معاك 1.2؟ اعلى ناتج في الارتباط 1 واقل ناتج هو كام؟ -1. اللي هو لا طبعا، هو مفيش حاجه اسمها كده، مفيش 1.2 دي خالص. يتبقى معاك 7 ولا -9 ولا -3 والله 7 ده تبع الشله اللي في الاخر هنا، قوي، يعني ده طردي قوي. والسالب 9 ده هنا تبع القوي بس عكسي قوي. والسالب 3 ده هنا ده يعتبر عكسي بس ضعيف. مين الأقوى فيهم؟ الأقوى ده، ما هو ده قوي وده قوي لكن ده أقوى. ده -9 ده 7 من 10 لكن ده 9 من 10. يعني الخلاصة يا شباب، لو مش عايز تتلخبط أنت ممكن تعمل الآتي. بص يا سيدي، وأنت بتختار مين الضعيف ومين القوي، مين الأقوى يعني، مالكش دعوة بالإشارة السالبة دي خالص. أنت اختار بناء على أرقام 7 من 10 ولا 9 من 10 ولا 3 من 10. طبعا أكيد 9 من 10. طب ما الواحد واثنين اكبر؟ لا، الواحد واثنين مش ارتباط اصلا. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان المتغيران يتزايدان معا او يتناقصان معا فان الارتباط ده يبقى ايه؟ لو الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض، طب ما هو ده بعينه الارتباط الطردي، يعني نختار اول اختيار. السؤال اللي بعده او الجزئيه اللي بعديها، شكل الارتباط بيبقى عامل ازاي؟ قال لي بص يا سيدي، الارتباط لو جه كده بالظبط، وعارفين احنا الخط ده بتاع الطردي، بس لو النقط جايه كلها في، اعمل لك شويه نقط كده اكسات، لو النقط كلها جايه فوق الخط فده طردي تام، يعني طردي تماما. طب ما ده الخط بتاع الطردي بس فيه نقط خارجه من بره، خلاص يبقى ده طردي بس طردي غير تام. طب ده خط العكسي والنقط كلها جايه فوقيه، فيتقال عليها عكسي تام، يعني عكسي تماما. انما اللي بعديها في شويه نقط طلعت بره الخط يبقى يتقال عليها عكسي بس غير تام. يبقى ده طردي تام وده عكسي تام، وده طردي غير تام وده عكسي غير تام. طب ده النقط طارت في كل حته يبقى اسمه ارتباط منعدم. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ على الجزئيه اللي انا قلتها دي بيقول لك اي من الاتي يمثل ارتباط طردي قوي؟ مين من دول يمثل ارتباط طردي قوي؟ هو ده طردي وده طردي لكن ده عكسي وده عكسي، انا كده عندي 2 طردي، الف وب. مين الاقوى؟ الاقوى اللي النقط قريبه من الخط اكتر. هنا النقط قريبه جدا من الخط لكن هنا النقط جايه بعيد عن الخط. فلو انت عايز ارتباط طردي قوي او اقوى، الاقوى هو ب طبعا. اقوى منين؟ من الالف، خلي بالك. السؤال الثاني بيقول لك العلاقه بين محيط مثلث متساوي الاضلاع وطول ضلعه هي ارتباط ايه؟ بص يا سيدي، هو محيط المثلث اصلا بيساوي ايه؟ محيط المثلث مجموعه طول اضلاعه، وبما ان المثلث ده متساوي الاضلاع فاحنا ممكن نقول له ايه؟ طول الضلع في 3، لان هو 3 اضلاع كلهم قد بعض. فالمحيط يساوي طول الضلع في 3 لانهم 3 اضلاع والثلاثه قد بعض. هنا نوع الارتباط ما بين محيط المثلث وطول الضلع، بص كده كويس، في علامه يساوي. كل ما طول الضلع يزيد ايه اللي هيحصل للمحيط؟ هيزيد طبعا. يعني تخيل بس، لو الضلع بواحد، 1 في 3 ب3. طب لو ده باتنين، 2 في 3 ب6. طب لو ده ب3، 3 في 3 ب9. طب لو ده ب4، 4 في 3 ب12. يعني كل ما تزود طول الضلع كل ما المحيط يزيد، يبقى ده مبدئيا ارتباط طردي. طب في الاختيارات بيقول لك طردي تام ولا طردي قوي ولا عكسي تام ولا عكسي قوي؟ لا يا سيدي، هو طردي وطردي تماما، لان في علامه يساوي هنا، يعني في علاقه تامه ما بين المحيط وطول الضلع. كل ما تزود ده هيزيد 100% بشكل مباشر كده على طول. بدات عليه طردي تام. العلاقه بين محيط المربع وطول ضلعه هي نفس الكلام، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. وبما ان
كل ما طول الضلع يزيد المحيط يزيد، يبقى ارتباط طردي تام. يعني اي قانون هيجيبه لك في الامتحان، محيط مساحه بتبقى اخلص طردي على طول، طردي طردي طردي، هو مش هيجي لك مساحه، هيجي لك محيط طردي تام. تعال نشوف بقى الارتباط مين بيحسبه. انا عندي اتنين علماء بيحسبوا الارتباط، واحد اسمه بيرسون والتاني اسمه سبيرمان. بيرسون عمل قانون كبير قوي 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 قوي، بيقول لك ليه اللي هو الارتباط يساوي نون. العلامه دي معناها مجموع، الناس بتقراها سيجما وناس بتقراها سمشن، بس هو النطق الصح ليها سمشن، سيجما دي حاجه تانية المفروض، فدي اسمها سمشن نون سمشن س صاد ناقص سمشن س في سمشن صاد على جذر اللي انت شايفه ده. طب ايه نون دي؟ بص يا سيدي، القصه انك انا بجيب لك جدول زي كده، الجدول ده فيه ارتباطات ما بين السين والصاد. النون بيبقى عدد القيم اللي فيه ما بينهم ارتباط، يعني هنا 1 2 3 4 5 6 6، فالنون دي بتبقى 6. والسمشن دي معناها مجموع اي علامه تشوفها بالمنظر ده معناها مجموع. هو كده عايز مجموع س في صاد ناقص مجموع س في مجموع صاد، وهنا جذر نون مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع في جذر نون مج صاد تربيع ناقص مج صاد الكل تربيع. طب انا مثلا اروح احفظ القانون ده؟ بالتاكيد لا، القانون ده كله هيبقى جاي لك في ورقه المفاهيم اللي هتتوزع مع الامتحان، وهي هتبقى موجوده جوه ورقه الامتحان على فكره، جوه بوكلت الامتحان في ورقه مفاهيم، مش هتبقى منفصله. يعني دي ما بتجيش ورقه مفاهيم الاحصاء على فكره، ما بتجيش لوحدها، هي بتيجي مع امتحان الاحصاء في بوكلت الاحصاء كده على طول. فبيقول لك ادي معامل الارتباط يا عم بتاع واحد اسمه بيرسون. طب اخونا بيرسون ده عشان يجيب لي ارتباط واضح قوي من الجدول ان هو عايز مجموع س في صاد مجموع س مجموع صاد مجموع س تربيع مجموع س نعمل لها تربيع مجموع صاد تربيع، عايز مجاميع كتير قوي. ولذلك بص بقى يا سيدي، لما الراجل ده يجيب لك جدول يقول لك احسب معامل الارتباط لبيرسون. بيرسون عشان نجيب له جدول لازم 5 خانات اللي هم ايه؟ س صاد س صاد. على فكره الترتيب مش مهم، لو عايز تجيب ده هنا وتودي ده مكانه براحتك، المهم انك انت هتبقى حافظ كده. عشان اعمل الارتباط ببيرسون واطبق في القانون الكبير بتاعه ده محتاج جدول من 5 خانات اللي هم س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع. بص يا سيدي، السين 2 1 4 6 5 3 انا كتبتهم اهو، والصاد 8 5 9 12 9 6 اهم. وبعد كده نفذ زي ما الجدول بيقول. يعني مثلا الجدول بيقول لك س تربيع يعني يضرب ده في نفسه 2 في 2 و1 في 1 و4 في 4 و6 في 6 و5 في 5 و3 في 3. بعد كده الجدول بيقول لي صاد تربيع يعني اضرب 8 في 8 و5 في 5 و9 في 9 و12 في 12 و9 في 9 و6 في 6. بعد كده الجدول بيقول لي س صاد يعني ايه؟ يعني اضرب دول في بعض 2 في 8 1 في 5 و4 في 9 و6 في 12 و5 في 9 و3 في 6. يتبقى معاك انك انت تعمل ايه بقى؟ تمسك يا باشا الآلة بتاعتك وتكتب 2 زائد 1 زائد 4 زائد 6 زائد 5 زائد 3 وتكتب لي الناتج هنا. وتجمع الباقيين برضو، وتجمع كل ده نجمعه، فطلع مجموع السين كام لما جمعنا؟ 21. مجموع الصاد 49 لما جمعناهم. مجموع السين تربيع 91. مجموع الصاد تربيع 431. ومجموع السين صاد 192. طب وبعد كده اهو انا كاتبهم لك على جنب اهو، مجموع السين ب 21، مجموع الصاد ده انت اللي هتجيبه، مجموع الصاد 49، مجموع السين تربيع، السين تربيع مجموعها 91، مجموع الصاد تربيع اهي، الصاد تربيع 431، مجموع السين صاد ب 192 اهي. والنون عددهم بستة لان هم بص 1 2 3 4 5 6 6 خانات. بالمهم عايزين بقى نحسب الارتباط. الارتباط هتروح تعوض في القانون مش اكتر من كده، يعني هتقول له ايه؟ هتقول له ر بيساوي زي ما القانون عايز نفذ، يعني نون هي 6
في، ما هو مفيش حاجه يبقى فيه. مجموع س في ص، طب ما دي س ص اهي، مجموعها اهي 192 ناقص مجموع س في مجموع ص، مجموع الس 21 ومجموع الص 49، يبقى 21 في 49 على جذرين. ادي الجذر الاول وادي الجذر الثاني اهو، جذرين مضروبين في بعض. الجذر الاول يا شباب نون اللي هم 6 في مجموع الس تربيع، الس تربيع اهي مجموعها 91 ناقص مجموع س الكل تربيع، مجموع س ب 21 وعليها كلها تربيع. نيجي الناحية التانية 6 في اهو، 6 في مجموع ص تربيع، ادي يا عم الص تربيع مجموعها 431 ناقص مجموع ص 49 بس عليها تربيع. الحسبة دي تطلع كام؟ تطلع 883 من 1000. بص بقى يا سيدي، ده اللي طلعته الآلة، طبعا بيطلع ارقام عشرية اكتر من كده، انا بس اللي خدت 3 ارقام قبل العلامة. اولا الناتج ده طالع موجب، فالارتباط ده يا باشا طردي، مش قلت لك من شويه هنحسبه، ادينا حسبناه، الارتباط ده موجب يبقى طردي. ثانيا فكك من دي، خلينا اللي قبل العلامه دي 8 من 10، 8 من 10 يعني ايه يا شباب؟ نرجع كده، نرجع 8 من 10 يبقى انت هنا، يبقى انت في الطرد الايه القوي، يبقى انا كده الارتباط بتاعي طردي قوي، طردي قوي، طردي قوي. ده لو كان بيقول لي ثم بين نوع الارتباط. السؤال اللي بعده طيب، ممكن الراجل ده بدل ما يجيب لك جدول وانت تعمل 5 خانات اللي هم س ص س ص س تربيع ص تربيع ونقعد نجمع كله والموضوع ياخد مني وقت، ان شاء الله يجيبها لك بالطريقه دي. يبقى هو مديك المجاميع جاهزه، يعني يقول لك مجموع س 33 مجموع ص 24 مجموع س تربيع اهو مجموع ص تربيع اهو مجموع س ص والنون ب 8 والقانون بيبقى موجود في ورقه المفاهيم ويقول لك اوجد انت الارتباط. اروح اقول له كالاتي، اقول له بص الارتباط يساوي نون اللي هو عددهم 8 في مجموع السين صاد 145 ناقص مجموع س في مجموع صاد، مجموع س ب 33 في مجموع الصاد ب 24 على جذرين، ادي جذر مضروب في جذر نون 8 وراها في على طول، ورا النون ضرب على طول، مجموع س تربيع هو مديوني في المسألة اهو 220 ناقص مجموع س وعليها تربيع مجموع س 33 بس نحط لها تربيع اللي بعديها في نون ب 8 اهي نون يبقى 8 في مجموع الصاد تربيع، مجموع الصاد تربيع 106 ناقص مجموع صاد الكل تربيع، مجموع صاد ب 24 وتروح انت تعمل لها تربيع يبقى 24 تربيع. احسب الكلام ده كله يطلع لي كام؟ 861 من 1000. وبرده ده رقم موجب فيبقى يتقال عليه طردي، وبرده 8 من 10 يعني دول اخر 3 ارقام اللي هم بيبقوا 7 من 10 8 من 10 9 من 10، يبقى ده طبعا الطردي القوي، يبقى نقول عليه طردي قوي. يبقى يا شباب يا اما يجيب لك جدول اهو وانت بقى تعمل له جدول من 5 خانات عشان تجيب الارتباط، تعوض في القانون، القانون ما تحفظوش هيجي لك جاهز، يا اما هو يجيب لك البيانات اللي احنا هنعوض بيها جوه القانون مباشره ما فيهاش لف ودوران. ثانيا عندي العالم الثاني اللي بيحسب الارتباط، واحد اسمه سبيرمان. سبيرمان ده قانونه ر بيساوي 1 - 6 في مجموع، دي معناها مجموع الفرق تربيع على نون افتح قوس نون تربيع ناقص 1. ر بيساوي 1 - كسر 6 مج ف تربيع على نون افتح قوس نون تربيع ناقص 1. كالعاده برضو انت مش هتحفظ القانون، انت بس تبقى عارف يعني ايه ف. ف دي مقصود بيها الفرق، فرق بين ايه؟ تعال اقول لك يا سيدي. هيجيب لك الراجل ده جدول زي كده بس المره دي ما فيهوش ارقام، فلو عايز تجيب الارتباط بتاعه عن طريق بيرسون تفشل، لان بيرسون عايز س وصاد ونربع السين، لكن انا هنا جوه السين والصاد مديني كلام بالعربي ممتاز جيد، يعني هربع ممتاز هيبقى ايه؟ ولا ربع مقبول يبقى ايه؟ فمش هينفع بيرسون، فيجي بقى دور سبيرمان. سبيرمان قال لك تعمل لي جدول من 6 خانات، س صاد رتب س رتب صاد فرق تربيع، تاني س صاد رتب س رتب صاد فرق تربيع،
س صاد رتب س رتب صاد فرق تربيع. طب عملنا الجدول وهو 6 خانات. بيرسون كان 5 لكن سبيرمان 6. لازم تبقى حافظ اسماء ايه الخانات بتوع الجدول. بيرسون كان س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع. انما سبيرمان بيبقى س صاد رتب س رتب صاد فرق تربيع. طيب ادي السين يا عم كتبنا السين وادي اهو ارقامها وادي الصاد كتبنا كل بيانات الصاد. ايه بقى موضوع رتب س؟ بص بقى يا سيدي القصه كالاتي. القصه ان احنا هنروح نرتب الارقام دي او التقديرات دي، يا اما نرتبها تصاعدي يا اما نرتبها تنازلي. يديها مراكز يعني ده ياخد مركز اول مركز ثاني مركز ثالث مركز رابع. فرتب يا تصاعدي يا تنازلي. لو هنرتب تصاعدي مثلا، معروف يا جدعان في التقديرات اضعف تقدير خالص خالص، او خلينا نبداها من فوق. اقوى تقدير اللي هو ممتاز، اللي اقل من الممتاز شويه اللي هو جيد جدا، واللي اقل من جيد جدا هو جيد، والاقل من جيد هو مقبول، والاقل مقبول هو ضعيف. يبقى هم 5 تقديرات دول انت بتتعامل بيهم كده اهو. جيد ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف. بالنسبه للسؤال بتاعي انا هرتب تصاعدي، اقل حاجه ضعيف. اروح ماسك القلم واعمل الاتي. فين يا سيدي؟ انا عايز ارتب س، هنا رتب س يعني هرتب س الاول. امسك ضعيف دي اشطب عليها اهي واكتب 1. بعد الضعيف مقبول، بس في مشكله، في مقبول هنا وفي مقبول هنا. قال لك ماشي، اللي فوق تاخد 2 واللي تحت تاخد 3. هيجي واحد يقول لك لا استنى، اشمعنى يعني؟ ما هو الاثنين مقبول. لا يا سيدي، ما احنا مش هندي 2 و3 وهنسكت، احنا هنعمل متوسط ما بينهم طالما الاثنين خدوا نفس التقدير. اه واحد هيتكتب 2 وواحد هيتكتب 3، بس ارجع اقول له كده 2 زائد 3. يعني اعملها كده في المكان ده 2 زائد 3 على 2 يعني 2 ونص. يعني لو لقيت 2 اشتركوا في نفس التقدير نجمعهم ونقسم على 2، نجمع مراكزهم ونقسم على 2. طب ولو 3 اجمعهم واقسم على 3، ولو 4 اجمعهم واقسم على 4، ولو ان ده مش هيحصل اصلا. بس يعني لو لقيت 2 تقديرين متكررين روح ادي ده مركز وده مركز، بس في الاخر نجمعهم ونقسم على 2. فده لما يتقسم يعني 2 و3 5 قسمناه على 2 طلع 2 ونص، يبقى ده ياخد مركز 2 ونص وده ياخد مركز 2 ونص. بس كمراكز انت خلصت 1 2 3 مراكز، فاللي جاي مركز رابع مالناش دعوه بالكسور اللي ظهرت دي. مين بعد الضعيف؟ اللي بعد الضعيف او اللي اعلى من الضعيف شويه المقبول قلناه. بعد المقبول الجيد، يبقى ده ياخد بتاع اخونا بتاع الجيد ده ياخد مركز 1 2 3 يبقى مركز رابع، ثم جيد جدا مركز خامس، ثم ممتاز مركز سادس. تعالى بقى نرتب الصاد من الصغير للكبير. اقل حاجه الضعيف ده ياخد مركز اول، بعديها ثم المقبول ياخد مركز تاني، ثم جيد وجيد يبقى ياخد مركز تالت ومركز رابع. بس نجمع 3 زائد 4 على 2 لان دي مراكز مكرره، لان ده جيد وده جيد زيه بالظبط. يبقى نجمعهم ونقسم على 2 طلع 3 ونص. 7 على 2 اللي هي كام؟ يبقى 3 ونص وده 3 ونص. بس خلاص انا المراكز انا وزعت 4 لحد دلوقتي، مركز اول تاني تالت رابع او تالت رابع. المهم 4، فاللي جاي مركز خامس. مين مركز خامس؟ جيد جدا مركز خامس ممتاز مركز سادس. بعد كده الجدول بيقول لك فه اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو الفرق ما بين الرقمين دول 9 و3 ونص يعني اطرحهم. وبالمناسبه تطرح كبير ناقص صغير او العكس صغير ناقص كبير مش فارق. بصراحه انا بعد شويه اعمل لناتج تربيع، والتربيع هيخلي الناتج حتى لو طلع بالسالب التربيع هيشيل السالب بتاع الناتج اللي طلع ده. بس انت عشان ما تتلخبطش امشي بالترتيب وخلاص. 6 ناقص 3 ونص 2 ونص، و2 ونص ناقص 3 ونص سالب 1، و4 ناقص 6 سالب 2، و2 ونص ناقص 1 يبقى 1 ونص، 1 ناقص 2 يبقى سالب 1، و5 ناقص 5 يبقى 0. بعد كده الجدول بيقول لك الفرق تربيع، يعني اضرب الرقم ده في نفسه. كل واحد من دول هيتضرب في ايه؟ في نفسه. 2 ونص في 2 ونص 6 وربع، سالب 1 في سالب 1 موجب 1، سالب 2 في سالب 2 موجب 4، 1 ونص في 1 ونص ب 2 وربع، سالب 1 في سالب 1 بواحد، وصفر في صفر بصفر. وتيجي بقى تروح جامع الخانة الأخيرة فقط. بيرسون كنا بنجمع الخمسة س صاد س صاد س تربيع صاد تربيع ونجيب مجموع لكله لأن القانون بتاعه مليان مجاميع. ده هنجمع الأخير بس يطلع كام؟ 14 ونص.
خلي بالك من حاجه، ليه جمعت الخانه الاخيره؟ نرجع للقانون، هو القانون بيقول ايه؟ القانون ما فيهوش كلمه مجموع غير مره واحده بس، مجموع الفرق تربيع بس، لكن باقي ما باقي ده مش عايز مجاميع. ادي القانون قدامك اهو مكتوب، تعال نعوض فيه، يبقى ر بيساوي اهو مكتوب جاهز. الامتحان بقى مش هيبقى موجود جاهز، بس هيبقى موجود في ورقه مفاهيم يعني، فانت هتنقله بس. يبقى واحد ناقص شد شرطة كسر 6، دي رقم ثابت على فكرة، هو هتغيره هو في القانون أصلا. 6 في مجموع الف تربيع، والله ادي الف تربيع ومجموعهم 14 ونص، على نون ثانية واحدة كده، نون اللي هو عددهم ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى نون 6 افتح قوس، هنا هنحط 6 تربيع ناقص 1. ممكن تكتب الكلام ده على القلم بالنص كده يطلع لك الناتج 0 علامة 5 8 6، يعني 586 من 1000. الناتج طلع موجب يبقى طردي، وبعدين ايه ده 5 من 10، ده في النص بالظبط، مش اول 3 ارقام ولا اخر 3، دي 5 من 10 دي في النص، يبقى طردي متوسط من غير ما ترجع الارقام. ده متوسط 1 من 10 2 من 10 3 من 10 ده ضعيف، 4 من 10 5 من 10 6 من 10 ده متوسط، 7 من 10 8 من 10 9 من 10 ده القوي. الفصل الاول احنا ما زلنا في الفصل الاول، لكن بناخد حاجه اسمها معادله خط الانحدار. ايه يا سيدي قصه معادله خط الانحدار دي؟ قال لك بص، الارتباط ده لو كان طردي او كان عكسي، انا في معادله اكون بيها الخط ده ونكون بيها الخط ده بتاع الطرد والعكس. طب ازاي يا عم تكون ازاي المعادله؟ قال لي والله قانون تكوين المعادله اهي، ص بيساوي ا زائد ب س، خلي بالك كل ده مش حفظ، ده موجود في ورقه مفاهيم، ده موجود ده موجود. فالمعادله هتبقى ا زائد ب س، ا زائد ب س. بس عشان تكون المعادله مظبوط لازم تعرف الالف بكام والب بكام. طب ودول نعرفهم ازاي؟ والله هو مديك قانون للب، نون مجموع س في ص ناقص مج س في مج ص على نون مج س تربيع ناقص مج س لكل تربيع. يشبه قوي 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 القانون بيرسم بس من غير الجذر، وكمان في المقام كان بيبقى فيه جذر تاني، فمن غير الجذر التاني وايه رفع الجذر من فوق ايه اول مقام. طيب دي الب. طب والالف؟ الالف مجموع الصاد ناقص الب اللي انت هتكون جبتها، الب بس مضروبه في مجموع السين على نون. اول ما تعرف الالف بكام تعرف الب بكام تعوض بيهم، يبقى انت كده كونت معادله خط الانحدار تمام. يعني مثلا سيبك من كل النظري ده مش محتاجه دلوقتي. مين بيقول لي من بيانات الجدول الاتي عايز معادله خط انحدار ص على س، معادله خط الانحدار لص على س، ثم قدر قيمه ص عندما س يساوي 4. والله يا باشا عشان اجيب المعادله، ادي المعادله اهي، ص بتساوي ا، اكتبهم قدامي، اروح رايح على ورقه المفاهيم اجيب شله القوانين دي ورا بعض. اول ما اقول لي معادله روح انقل ص بتساوي ا زائد ب س، وده قانون الب يجيب لك الب، وده القانون اللي يجيب لك الالف. حطهم قدامك، القوانين دي واضح ان هي عايزه ايه؟ عايزه حاجه اسمها مجموع س في ص ومجموع س في مجموع ص ومجموع س تربيع عايزه مجاميع. يبقى اروح اكون جدول هو بالظبط الجدول اللي كنت بكونه البيرسون، اللي هو س ص س ص س تربيع ص تربيع س ص س ص س تربيع. هو بصراحه يعني مجموع ص تربيع مش موجود هنا خالص على فكره ولا هنا، فمش هحتاج العمود ده، بس انا عشان ما اتلخبطش هعملهم كلهم وخلاص. يلا السين نقلنا ارقامها اهي، والصاد نقلنا ارقامها جت هنا كده اهو. بعد كده بقول لك س تربيع، الجدول بيقول لي س تربيع، يبقى اضرب 3 في 3 5 في 5 7 في 7 و6 في 6 و8 في 8 و10 في 10. بعد كده بيقول لك ص تربيع ربع 2 في 2 4 في 4 5 في 5 4 في 4 6 في 6 8 في 8. بعد كده بيقول لي س صاد، س صاد يبقى اضرب الاثنين دول في بعض، 3 في 2 و5 في 4 و7 في 5 و6 في 4 و8 في 6 و10 في 8 بيساوي 80. وتقعد تجمع بقى يا سيدي كل النواتج دي. على كده اظهر لك النواتج بتاعتهم، احنا كنا ايه خافينها بصراحه، هي كانت موجوده. ده 39 29 283 161 213، دي المجاميع بتاعتها. طب والمعادله؟ تعالى نعوض في المعادله. انا عشان اجيب المعادله اتفقت معاك محتاج حاجه اسمها الف وحاجه اسمها ب، ومديك قانون للب، ب تيجي الاول وبعدين الف.
هتلاقي ب بتساوي، تعالى نحسب كده. نون هم عددهم 1 2 3 4 5 6. 6 في مجموع س في ص، مجموع س في ص 212. 213 ناقص مجموع س في مجموع ص، مجموع س 39 مجموع ص 29. نون اللي هي 6 في مجموع س تربيع، ادي س تربيع مجموعها 283 ناقص مجموع س الكل تربيع، مجموع س 39 الكل تربيع. بعد ما عوضنا كده يطلع لي الب بتساوي صفر علامة 8305، دي الب. تعال نجيب الألف، يلا نعوض. أهو الألف يساوي مجموع الصاد، مجموع الصاد، مجموع الصاد بتساوي 20 ناقص ما الب ب 503 8 علامة صفر في مجموع السين، مجموع السين 39 على نون عددهم 6، يطلع الألف بتساوي سالب صفر علامة 5 6 4 9. الألف طلعت بالمنظر ده والب طلع بالمنظر ده. يتبقى إيه بعد ما جبت ألف وب؟ اكتب المعادلة. المعادلة هي يا شباب ما تتوهش مني، أهو دي المعادلة. ص بيساوي ألف زائد ب س، يبقى ص بيساوي ألف اللي هي سالب 9 4 6 5 علامة صفر، ألف زائد ب، الب جبناها خلاص أهي 5 0 3 8 علامة صفر، ب س، يبقى هنا س. هي دي المعادلة. ص يساوي ب زائد ألف س، أو ألف زائد ب س، ألف زائد ب س. بعد كده بيقول لي إيه بقى؟ أنا عايز معادلة خط الانحدار. تمام، ثم قدر قيمة ص عندما س يساوي 4. عايز الصاد بكام لو السين باربعه؟ طب ما نشطب على السين ونكتب 4 نحسب. هو بيقول لي اوجد صاد لو السين باربعه، طب اقول له لما السين باربعه يبقى صاد بتساوي سالب 9 4 6 5 علامه صفر زائد 5 0 3 8 علامه صفر في السين اللي هي باربعه، يطلع كام؟ 2 علامه 7 5 7 1. ده الصاد، دي قيمه الصاد، ده السؤال الاول، او دي اولا. ثانيا بيقول لي عايز مقدار الخطأ في صاد عندما س يساوي 6. ايه القصه دي؟ بص يا سيدي، لما س بستة اهي، مش كانت الصاد باربعة؟ هتقول لي اه. دايما لما يطلب مقدار الخطأ يديك رقم موجود في الجدول. لما السين بستة او لما السين تبقى بستة، هيبقى الصاد قصادها باربعة. طب ما انا هنا لو كتبت السين بستة مش هطلع قيمة للصاد؟ اه، بس مش هتطلع زي اللي في الجدول، هيطلع في فرق ما بينهم. المعادلة اللي انت جايبها هتجيب لك ناتج للصاد، والجدول مطلع ناتج للصاد. طبعا ناتج الجدول هو المظبوط، فبيبقى ناتج المعادله وناتج الجدول في ما بينهم فرق، هو ده اسمه مقدار الخطا. مقدار الخطا. قال لك بص يا سيدي، هو عايز مقدار الخطا عندما س يساوي 6. عندما س يساوي 6 القيمه الجدوليه 4، يعني الجدول او لما س ب 6 ص بيساوي 4. طيب ولما س يساوي 6 نعوض في المعادله دي، يبقى ص بتساوي سالب 9 4 6 5 علامه صفر، هو المعادله اللي فوق يعني، زائد 5 0 3 8 علامه صفر، في بدل السين نكتب 6. هيطلع لي الصاد بتساوي 4 1 8 1. طيب يعني الجدول بيقول ان الصاد باربعه، المعادله بتقول الصاد بتساوي 4 وشويه، او الفرق ما بين الرقمين دول يا جماعه هو ده الخطا المطلق. بيقولوا عليه مقدار الخطا او الخطا المطلق. اطرح الرقم الكبير ناقص الصغير. الرقم اللي طلعته المعادله ناقص الرقم اللي مطلعاه الجدول، هيطلع لك 1 8 1 4 علامه صفر. خلي بالك وانت بتطرح يعني تعمد ان يبقى الكبير الاول، يعني شوف ناتج المعادله هو الكبير وناتج الجدول صغير، اطرح الكبير مع الصغير، لو العكس اطرح العكس عشان يطلع ناتج موجب. يا اما احفظ القانون كده ان مقدار الخطا بيساوي مقياس الناتج اللي هيطلع من الجدول اللي هو القيمه الجدوليه ناقص القيمه التي هتخرج من المعادله. يا سيدي الخطا المطلق الفرق ما بين الرقمين، بس قول الكبير ناقص الصغير بس. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اذا كان مجموع السين ب 14 ومجموع الصاد بتسعة ومجموع السين تربيع ب 252 ومجموع ص تربيع ب 171 ومجموع س ص ب 192 وعددهم 7،
عايز المعادلة. طب يا سين المعادلة ص بتساوي، هو بيقول لك معادلة، المعادلة دي بتتكتب ازاي؟ ص يساوي أ زائد ب س، بس احنا بنجيب ب الأول، وادي قانون الب اهو، وادي قانون الألف، انت مش تغرم حاجة، انت هتعوض بيهم بس. ايوه يا مستر، بس القوانين دي عايزة مجاميع كتير، ما هو مدي لك المجاميع الكتير كلها. عوض انت بس يلا في المعادلة، يعني مثلا هقول له ب بتساوي ن 7 في مج س ص، مج س ص فين؟ اهو ب 192 ناقص مج س في مج ص، مج س في مج ص، يبقى 14 في 9. ننزل تحت، ن اللي هي 7، مج س تربيع، مج س تربيع ب 252 ناقص مج س الكل تربيع، مج س ب 14 الكل تربيع، يطلع الب بكام؟ صفر علامة 3 سبعات تقريبا، دي الب. ربنا كرمنا وعرفنا نجيب قيمة الب، فاضل لنا الألف. طب ما الألف دي قانونها أهو، يلا يا باشا. الألف بيساوي مجموع الصاد، مجموع الصاد، مجموع الصاد ب9 ناقص ب، الب 3 سبعات علامة صفر، الب في مجموع السين، مجموع السين ب 14 على نون اللي هو عددهم، عددهم كام؟ 7. يطلع الألف بتساوي 27 من 100. تيجي بقى للمعادلة شخصيا تتكتب ازاي؟ هتبقى ص يساوي بدل الألف نحذف ونكتب سالب 27 من 100 زائد بدل الب نحذف ونكتب 3 سبعات علامة صفر وراها س. هي دي المعادلة. بس هو سأل سؤال تاني بيقول لي ايه؟ ثم قدر قيمة ص عندما س بيساوي 30. قدر قيمة ص عندما س بتساوي كام؟ 30. يعني ص بتساوي، نعوض يا شباب عن السين ب 30، يطلع كام؟ طلع 76 من 100. تمام؟ مسألة كنا هننساها عن سبيرمان، يقول لك مجموع الفرق تربيع ب 40 والنون بيساوي 5، يبقى ر بيساوي نقط. سبيرمان القانون، وانت هتلاقيه مكتوب جاهز ورقة مفاهيم، مكتوب 1 ناقص 6 مج ف تربيع على نون افتح قوس نون تربيع ناقص 1. انا اعوض كده يبقى 1 ناقص والستة دي فيه مجموع الف تربيع ب 40. طب النون ب5، يبقى 5 افتح قوس 5 تربيع ناقص 1. احسب حسبتك دي بالظبط عليها هيطلع كام؟ -1. يبقى الإجابة المظبوطة هي الاختيار الثاني. في شوية بقى نقط اختر على الفصل الأولاني لأن هو كده خلاص بيكتمل. بيقول لي إذا كانت معادلة خط الانحدار هي دي، فإن نوع الارتباط أعرفه إزاي؟ أعرف نوع الارتباط من معامل س. لو معامل س موجب قول له طردي، معامل س سالب يبقى عكسي. فأنا بالنسبة لي معامل س هنا سالب، سالب بروح أقول له الارتباط ده ارتباط عكسي اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده، يسمى المتغير المطلوب تقديره في معادلة خط الانحدار بالمتغير نقط. المطلوب تقديره متغير آه، تابع. المتغير المطلوب تقديره اللي احنا مطلوب نقدره هيبقى تابع. ليه بقى؟ لان اللي هنعوض مكانه ده المستقل. اول ما نعوض مكان السين اجيب صاد، صاد دي كده متغير تابع، تابع للسين، يعني كل ما تغير قيمة السين هي تتغير. فبالنسبه لي اللي انا عايز اقدره اللي هي ص، مش هي المعادله بتبقى ص بتساوي ا زائد ب س، كل ما نعوض عن س يطلع لي ص، كل ما نعوض بس مختلفه يطلع لي ص مختلفه. فده مستقل لكن ده تابع للسين، كل ما تغير س هو يتغير. فاللي مطلوب تقديره اللي هي الصاد بيبقى متغير تابع. اذا وقعت النقطتان دول على خط الانحدار ص على س فان الارتباط يكون نقط. انت ممكن تعمل حاجه لطيفه، النقطتين دول ممكن تجيب لهم حاجه اسمها الميل. الميل ده يا جماعة كنا بناخده بيساوي فرق الصادات
على فرق السينات. فرق الصادات يعني 10 ناقص 5 اهو، الصادات 10 ناقص 5. فرق السينات 12 ناقص 6. 10 ناقص 5 5 و12 ناقص 6 6. الناتج اللي طلع ده موجب 5 على 6، فاقول عليه يبقى ارتباط طردي. او انك تعمل حاجه اسهل، ما نرسم. النقطه الاولى كام وكام؟ 12 و10. النقطه الاولى 12 و10، اللي هو يعني يا جماعه تقريبا كده هنمشي ايه لحد ما نخش عند ال 12 ونطلع فوق لحد ال 10. يعني تقريبا النقطه هنا تقريبا كده بالتقريب. والنقطه الثانيه 6 و5، يعني 6 واطلع لفوق لحد الخمسه، يعني تقريبا هنا. فانا لو عملت خط، ده خط ايه؟ ده خط ارتفاع طردي ولا عكسي؟ لا، باين من النقطتين دول ان هو طردي. طردي. لو حد متلخبط النقطتين جم هنا ازاي، اهو 12 حاجه هنا، يعني 0 1 2 3 4، انا مش عايز ارقم لحد 12، وبعد كده طلع لحد ال 10، يعني فضل يطلع فوق لحد ال 10. وده 6 و5 مش 6 وطلع 5 كده. فلما نوصل هيطلع لي ده خط بتاع طردي مش عكسي. رقم 4 بيقول لك معادله خط الانحدار هي نقط. هي المعادله دي ص يساوي 7 ناقص 8 س، فان قيمه ص المتوقعه عندما س بخمسه. طب وانت عايز ايه تاني؟ بقول لك شيل س وحط 5، يبقى ص بتساوي 7 ناقص 8 وبدل السين 5 تطلع 3. يعني الاختيار المناسب يا شباب هو الاختيار ب. سؤال 5 بيقول لك إذا كانت معادلة خط انحدار ص على س، هي ص يساوي 2 س زائد 3، وكانت قيمة ص الجدولية 5. لا، كانت قيمة ص الجدولية عندما س ب5 هي الرقم ده، فإن مقدار الخطأ. بص يا سيدي، أولا أنت بتقول لي س ب5، فأنا هحط هنا س ب5 مبدئيا يعني. فهيبقى ص يساوي 2 في 5 زائد 3، يطلع كام؟ 4. طب يا جماعة المعادلة بتطلع ص ب4. الجدول مطلع ص 4 و6 أهو، قيمة ص الجدولية. ص من الجدول 4 و6. هل الرقمين دول زي بعض بالظبط؟ لا، في فرق ما بينهم. ص لما جبناها من المعادلة طلعت الرقم ده. ص بيقول لك من لما جابوها من الجدول طلعت الرقم ده. في فرق ما بينهم كام؟ في فرق ما بينهم 6 من 10، دي 4 ودي 4 و6. في فرق بينهم 6 من 10، يبقى الاختيار المناسب هو الاختيار د اللي هو الاختيار الأخير. ده كده يا جماعة كان الفصل الأول. تعال نخش مع بعض كده في الفصل الثاني. ده كان كل ما يخص الفصل الأول تماما. الفصل الثاني أصغر وأسهل، يعني موضوع سكته بسيطة. وأنت درست في سنة تانية ثانوي الاحتمالات. هو بيديك الاحتمالات تاني، بس مع الفرق إن القوانين موجودة في ورقة المفاهيم، فأنت هتشيل وتحط يعني. يعني مثلا أنا عندي حاجة اسمها احتمال أ اتحاد ب، ودي يا شباب بتساوي الألف زائد الب ناقص التقاطع. الاتحاد بيساوي ألف زائد ب ناقص التقاطع، طبعا أكيد في لام اللي هو مقصود بيها احتمال. يبقى الاتحاد بيساوي ألف زائد ب ناقص تقاطع، ألف زائد ب ناقص تقاطع. والتقاطع بيساوي ألف زائد ب ناقص الاتحاد. يعني لو دي طلعت بره ودي دخلت مكانها هيدينا قانون جديد أهو. لو الاتحاد ده موجب دخل جوه يخش سالب أهو، والتقاطع ده سالب لو طلع بره هيطلع موجب أهو. المهم الاتحاد بيساوي ألف زائد ب ناقص التقاطع، والتقاطع بيساوي ألف زائد ب ناقص الاتحاد. وعندي قانون ألف شرطة بيساوي احتمال مكملة الألف واحد ناقص الألف. كل دي قوانين ما تشغلش بالك، كلها تبقى موجودة. وألف فرق ب ألف ناقص التقاطع. وفي قانونين اسمهم قوانين دي مورجان، سيبك منهم بصراحة مش وقتهم. ولا ده ولا 7 و8، يعني أنت بس لحد 4. وكده كده الراجل ده يبقى إيه، ده كافي جدا لحد الامتحان، لأن أنا مش لازم أجيب درجة نهائية بالظبط بالظبط يا شباب، يعني الموضوع بسيط. الاتحاد بيساوي ألف زائد ب ناقص تقاطع، والتقاطع ألف زائد ب ناقص الاتحاد، وألف شرطة واحد ناقص ألف، وألف فرق ب ألف ناقص التقاطع، وهكذا. بعد كده عندي ملاحظتين مهمين للغاية، اللي هو إيه؟ بص يا سيدي، لما يجي يقول لك ألف جزء من ب، لو قال ألف حتة من الب
دول يتقاطعوا في الصغيرة ويتحدوا في الكبيرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي الف جزء من الب، يعني الالف حته من الب. تخيل لو هنا في واحد وهنا في اتنين، لو حد طلب مني الالف اقول له واحد، طب طلب مني الب اقول له واحد واتنين لانها بتضم كله. طيب لو طلب مني التقاطع، والله الالف فيها واحد والب فيها واحد واتنين، فالتقاطع اللي هو المشترك هيبقى واحد بس، يعني مين؟ يعني الف وخلاص. الاتحاد بقى ده واحد بياخد كله، كله بياخد الكبيره اللي هي ب. يبقى لما يجي يقول لك الف جزء من ب اقول له يتحدوا في الصغيره يتقاطعوا في الكبيره، يتحدوا في الصغيره ويتقاطعوا في الكبيره. عندي احتمال لو كان الف يساوي الف شرطه يبقى الف بيساوي نص. اه بص يا سلام يا جماعه، ده ليه الكلام ده ليه؟ لان انا عندي قانون مش مكتوب قدامك هنا، ممكن تضيفه، بيقول ان احتمال الالف زائد احتمال الالف شرطه بيساوي واحد. احتمال الف زائد الف شرطه بيساوي واحد. فلما يبقوا الاثنين دول بيساوي بعض، يعني الف بيساوي الف شرطه، وانت عارف ان كده كده المجموع بواحد، يبقى ملهاش حل غير ان يبقى ده نص وده نص، يبقى احتمال الالف بنص. انا عندي قانون بيقول ان الف والف شرطه بواحد، الف والف شرطه بكام؟ بواحد. طب لما يبقوا الاثنين قد بعض يبقى الاولاني ده نص وده نص. كل اللي فات قوانين يا جماعه تبقى موجود قدامك في ورقه المفاهيم، لكن ركز لي بقى في اللي جاي ده، هيبقى القوانين مكتوبه برضو، بس تاخد بالك معايا من اللي جاي. بيقول لك ايه؟ في حاجه اسمها الاحتمال الشرطي. الاحتمال الشرطي اللي هو ايه؟ يقول لك عايز احتمال الف ويعمل شرطه مايله كده، دي معناها بشرط ب. احتمال الف بشرط ب بيساوي التقاطع على ب، واحتمال ب بشرط الف بيساوي التقاطع على الف. الف بشرط ب التقاطع على ب، وب بشرط الف التقاطع على الف. يعني لو بشرط ب يبقى على ب، لو بشرط الف يبقى على الف، لكن فوق التقاطع في كل الاحوال. ده اسمه الاحتمال الشرطي. ليه وبيعمل ايه؟ مش قصتك انت، ليك دعوه ان احتمال الف بشرط ب بيساوي التقاطع على ب، وب بشرط الف بيساوي التقاطع على شكل القانون بس، حتى كمان مش هتحفظه، بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها احتمال الشرطي. عندي بعد كده حاجه اسمها الاحداث المستقله. يقول الاحداث المستقله هي احداث لا يؤثر وقوع احدهما على وقوع الاخر. برضه ما يخصنيش، انا يخصني اكتب ايه لما يقول لي احداث مستقله؟ قال لي قانون الاحداث المستقله ان التقاطع بيساوي الف في ب، التقاطع بيساوي الف في ب. يبقى لحد دلوقتي انت معاك حاجتين، احتمال الف بشرط ب دي التقاطع على ب، وب بشرط الف دي بتساوي التقاطع على الف. الاحداث المستقله لما يبقى التقاطع بيساوي الف في ب. خلي بالك لان في اسئله بيقول لك دول متقاطع، دول مستقلين ولا لا، فنجيب التقاطع ونشوف بكام، ونجيب الف في ب ونشوف بكام. لو بيساوي بعض احداث مستقله، لا يساوي بعض يبقى احداث غير مستقله. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها احداث متنافيه. دي يا شباب اللي هي مستحيل تيجي مع بعض، دي اللي هي يتقال عليها ان تقاطعها بفاي لكن احتمال التقاطع بتاعها بصفر، لاني متنافيه. يعني ايه احداث متنافيه؟ يعني مثلا ما ينفعش اقول لك عند القاء ظهر الطاوله احتمال ظهور عدد زوجي فردي، وتيجي ازاي زوجي فردي؟ ما هو يا زوجي يا فردي، لكن زوجي فردي دي مش هتحصل، فدي احداث متنافيه ما بتجيش مع بعض ابدا. في الحاله دي الزوجيه يتكتبوا هنا والفرديه يتكتبوا هنا، وما فيش حاجه مشتركه، يبقى التقاطع فاي واحتمال التقاطع بصفر. التقاطع فاي لان مفيش، لكن الاحتمال مش بفاي، مفيش احتمال بفاي. الاحتمال لازم يطلع رقم، الاحتمالات بتاخد ارقام من صفر لحد واحد، فلازم رقم مش موجود يبقى اقول صفر. لكن فاي دي في التقاطع، لكن الاحتمال بتاع التقاطع يتقال عليه صفر، لانك ممكن تتسال عن النقطه دي اصلا في الامتحان. يبقى انا كده كان عندي حاجه اسمها الاحتمال الشرطي اللي هو ا بشرط ب بيساوي التقاطع على ب، ب بشرط ا بيساوي التقاطع على ا. الاحداث المستقله اللي هو التقاطع بيساوي الالف في ب. المتنافيه اللي هما ما بيقطعوش بعض، التقاطع فاي واحتمال التقاطع بصفر. تعال نشوف كده الكام سؤال اللي جايين دول. بيقول لي اذا كان الف وب حدثين من فضاء عين تجربه عشوائيه، وكان احتمال الالف اهو، وادي احتمال الب، وادي احتمال التقاطع، فان الف وب متنافيان ولا مستقلان ولا غير مستقلان؟ متنافيان ازاي؟ ده متنافيان دي يعني احتمال التقاطع بصفر، يبقى لكن دي 3 من 10.
هو امال اعمل ايه بقى؟ قال لك بص يا سيدي، انا قدامي يا مستقلان يا غير مستقلان. اعرفها ازاي؟ هنجيب حاجه اسمها احتمال الف في ب. احتمال الالف 6 من 10، احتمال الب 5 من 10، دي هتطلع 3 من 10. 30 من 100 اللي هي 3 من 10، اضربها على الآلة. طيب ما هو ألف في ب 3 من 10، واحتمال ألف تقاطع الب الراجل مدوني في المسألة ب 3 من 10 برضه. طب ما كده الاتنين دول بيساووا بعض، يعني احتمال التقاطع طلع بيساوي احتمال الألف في ب. طب ما هو ده بالظبط قانون الاحتمال أو الأحداث المستقلة، إن التقاطع من الآخر يا جدعان ضربنا دول 3 من 10 والتقاطع 3 من 10. طالما التقاطع بيساوي ضرب الأحداث، التقاطع بيساوي ضرب الأحداث، يبقى دي أحداث مستقلة. يبقى دول حدثان مستقلين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي لو كان احتمال أ ب 6 على 25 والتقاطع 3 على 25، يبقى احتمال ب بشرط أ. برضو أنا ما فيهاش تشغيل دماغ، لأن هو قانون أنت هتجيبه من ورقة المفاهيم وتعوض. هتقول له احتمال ب بشرط أ بيساوي التقاطع اللي هو أ تقاطع الب أو ب تقاطع الألف، مش فارقة. المهم إن هو طالما بشرط أ يبقى على احتمال الألف. التقاطع 3 على 25، احتمال الألف 6 على 25. اقسم دول على هيطلع نص. يعني الاختيار المناسب هو الاختيار قبل الأخير. السؤال اللي بعده يقول لك ألف وب حدثين مستقلين، وكان احتمال الألف بنص واحتمال الب 6 من 10، فإن احتمال الألف بشرط ب بيساوي نقط. احتمال ألف بشرط ب بيساوي التقاطع على ب. طيب هو الب على فكرة 6 من 10، التقاطع مش موجود، بس انا اقدر اجيبه. ليه؟ لان هو بيقول حدثان ايه؟ مستقلان. حدثان مستقلان يبقى التقاطع بيساوي ضرب الاحداث الف في ب. ايوه، لو حدثين مستقلين يبقى الف تقاطع الب بيساوي الف في ب. طب ما كده يا ريس، الالف 5 من 10 في الب 6 من 10 على 6 من 10 دي هتطير، يبقى الناتج يتبقى معاك 5 من 10. السؤال اللي بعده ألف وب حدثين مستقلين، واحتمال الألف ب4 من 10 والب 5 من 10، يبقى احتمال الاتحاد يساوي نقط. احتمال ألف اتحاد الب بيساوي، ده قانون هتنقله هتلاقيه هو بيساوي الألف، هتلاقيه بيساوي الألف زائد الب ناقص التقاطع. ألف زائد ب ناقص التقاطع. الاتحاد بيساوي ألف زائد ب ناقص التقاطع. ده قانون مكتوب في ورقة المفاهيم. الألف 4 من 10 والب 5 من 10. طب والتقاطع؟ ما هو بيقول لك مستقلين بقى. مستقلين يعني ايه؟ يعني احتمال التقاطع بيساوي الألف في الب. طب والله الألف ب4 من 10 والب 5 من 10، يطلع كام؟ 2 من 10. يبقى 2 من 10 يساوي 4 من 10 ناقص 2 من 10 زائد 5 من 10، يبقى دي 7 من 10 الناتج النهائي. السؤال اللي بعده احتمال الب 3 من 10 واحتمال التقاطع 2 من 10، وعايز احتمال ب فرق ألف، وبرضه ده قانون تعويض مباشر. هتقول له احتمال الب فرق ألف بيساوي احتمال الب ناقص التقاطع، تروح تنقله من ورقة المفاهيم. هتلاقي ان الكلام اللي انت عايزه ده بيساوي احتمال الب 3 من 10 ناقص احتمال التقاطع 2 من 10، يبقى الناتج يدينا 1 من 10. السؤال رقم 6 بيقول لي ألف وب متنافيان، واديني ألف واديني ب، وبيقول لي احتمال ألف اتحاد الب. والله يا مستر احتمال ألف اتحاد الب بيساوي الألف زائد الب ناقص التقاطع. الألف 4 من 10 والب 3 من 10، والتقاطع هو دول متنافيان. والمتنافيان انا قلت لك من شويه بيبقى التقاطع بتاعهم بفاي، واحتمال التقاطع بصفر. يبقى الناتج اللي هيطلع يا جماعه يبقى كام؟ 7 من 10. سؤال 7 سؤال جامد على فكره، يعني مهم. قول لي بص، حقيبه بها 6 كرات بيضاء و10 خضراء، 6 ابيض و10 اخضر. 6 بيضاء 10 خضراء.
سحبت كرتان عشوائيا على التوالي مع الإحلال. يعني إيه بقى مع الإحلال دي؟ يعني هنسحب كرتين بس مع الإحلال، يعني الكرة اللي هنسحبها هنرجعها تاني عشان نرجع نسحب من أول وجديد من عدد الكرات كلها على بعضها. ادي معنى كلمة مع الإحلال. كلمة مع الإحلال يعني الكرة اللي اتسحبت ترجع تاني. يعني لو قدامي الصندوق فيه 10 أبيض زي ما هو بيقول، أو 6 أبيض و10 أخضر، هسحب كرتين، هسحب الأولى وأشوفها أبيض ولا أخضر، أرجعها تاني مكانها ولا أخبطهم وابتدي أسحب من أول وجديد. ادي معنى كلمة مع الإحلال. فبيقول لي عايز احتمال أن تكون الكرة الأولى بيضاء والثانية صفراء والثانية خضراء. أول مرة ناخد احتمالات ورا بعض كده، دي يا جماعة نتيجها بيبقى ضرب الاحتمالين. احتمال كذا واحتمال كذا، انت متعود على احتمال واحد، اقول لك بيضاء فتقول لي كذا، خضراء فتقول لي كذا. لكن بيضاء والتانية خضراء يبقى اضرب الاحتمالين في بعض. اولا احتمال سحب كرة بيضاء، هما البيضاء كام كورة؟ 6 من العدد الاجمالي كله 16، يبقى الاحتمال بتاعها هيتكتب 6 على 16. فاكر انت الاحتمالات دي؟ نكتب عدد الكرات على العدد الكلي. طب التانية خضراء، الخضراء كام؟ 10 من 16. هتروح تضرب الكلام ده على الآلة يطلع لك كام؟ 15 على 64. طيب ده الاحتمال الأول. طيب الاحتمال الثاني أن تكون الكرتين خضراوين. يعني إيه؟ يعني الأولى خضراء في الثانية خضراء. الخضراء دول 10 من 16. دي الكرة الأولى. الكرة الثانية لو احتمال تطلع خضراء برضو، يعني الكرتين خضراوين، يعني الأولى خضراء والثانية خضراء. طب ما هو الخضراء برضو 10 من 16 برضو، تطلع كام؟ 25 على 64. ولكن خلي بالك بقى من المثال اللي جاي ده، برضو الحقيبة بها 6 بيضاء و10 خضراء وسحبت كرتان برضو بس دون إحلال. يعني إيه دون إحلال؟ يعني لما نسحب المرة الأولى لو طلعت كرة بيضاء هنرميها، وبعد كده نختار من الكرات اللي باقية اللي هم كده هيبقوا أقل واحدة، نقصوا واحدة. ادي معنى كلمة بدون إحلال. يعني السحبة الأولى لما تطلع معايا بيض أو خضراء نرميها ونسحب من اللي باقيين. ادي معنى كلمة دون إحلال. طب بص يا سيدي كده، هو مبدئيا طالما سحبتين يبقى هنعمل احتمال في احتمال. يلا يا ريس. الأولى بيضاء، البيضاء 6 من كلهم 16. طب والثانية خضراء، الخضراء 10 من 15 بقى. الله ليه يا مستر؟ هو مش هو هنسحب المرة دي مرتين؟ المرة الأولى بيقول لك في كرة بيضاء، البيضاء دول عبارة عن البيضاء دول عبارة عن 6 من 16. بس لما يطلع معايا كرة بيضاء أنا هرميها، كده ما يبقوش 6، كده يبقى البيضاء يبقوا 5 والخضراء 10، يبقى العدد الإجمالي يبقى 15. أي نعم الخضراء زي ما هو بس العدد الإجمالي نقص واحدة، لأن كلمة دون إحلال يعني السحبة الأولى هتنقص العدد. نضرب دول يطلعوا كام؟ 4 على 10، يبقى نقول 2 على 5. السؤال التاني بيقول لك إيه بقى؟ احتمال أن تكون الكرتان خضراوين، يعني الأولى خضراء في الثانية خضراء. يا سيدي لو الأولى خضراء، الخضراء طالعين كام؟ 10 من 16. فالأولى خضراء 10 من 16. طب التانية برضو خضراء، لا استنى بقى، ما هو في واحدة هتبقى اتسحبت، يبقى الخضراء دول هيبقوا 9 من 15. طب ليه يا مستر 9؟ يا سيدي مش هو الأخضر 10، سحبنا واحدة ورميناها يبقوا 9، ما هو بدون إحلال. وبعدين العدد الإجمالي يبقى 6 أبيض و9 أخضر، يبقوا كده 15، عشان كده 9 ل 15 طلع 3 على 8. السؤال اللي بعده بيقول لي كلية بها 1000 طالب و600 منهم يدرسون، أو كلية بها 1000 طالب 600 منهم يدرسون إنجليزي. كلية فيها 1000 واحد، 600 بياخدوا إنجليزي، 500 بياخدوا فرنساوي، 350 بيدرسوا اللغتين معا.
فإذا اختير طالب عشوائيا عايز احتمال أن يكون دارسا إنجليزي بشرط أن يكون دارسا فرنساوي. دارسا إنجليزي بشرط أن يكون دارس فرنساوي. شو يا جماعة، هو كده الكلية كلها على بعضها فيها 1000 طالب، الإنجليزي منهم 600 والفرنساوي 500، واللي جاية دي مهمة قوي، 350 يدرسون اللغتين معا. أهو اللغتين معا 350، وعايز احتمال. انا يا جماعه عشان اعمل الاحتمال ده محتاج ارسم رسمه كده قديمه. انت ايه كنت بتعملها زمان، اللي هو مستطيل وراح يعمل جواه دايرتين وشكلين بيضاوي كده كده وكده. بص يا سيدي، وكنا نيجي نعمل ايه بقى؟ ممكن نكتب له هنا انجليزي وهنا فرنساوي وهنا فضاء العينه او الكليه كلها. عشان احط الارقام دي مظبوطه يا جماعه يفضل ابدا بالماده ايه. 350 يدرسون اللغتين معا، دول يتكتبوا هنا 350. يتبقى ايه بقى؟ هو الانجليزي كله على بعضه كام؟ 600. 600 يشيل منها 350 يبقى يتبقى للانجليزي 250 تجان. والانجليزي الفرنساوي كله على بعضه 500. الفرنساوي 500 شيل منهم 350 يبقى يتبقى 150. تيجي هنا كده خلي بالك ان في عدد دلوقتي محتاجين نكتبه بره، اللي هو مين؟ 250 350 لو جمعناهم 600. 600 و150 750. طب 750 ازاي والكليه فيها 1000؟ ده معناه ان في 250 طالب لا يدرسوا اي من اللغتين، ولا دي ولا دي. 250 طالب مش بيدرسوا اي من اللغتين. طيب هو عايز ايه بقى مني؟ احتمال ان يكون الطالب دارسا انجليزي بشرط ان يكون دارسا فرنساوي. الطالب يكون بيدرس انجليزي بشرط الفرنساوي. طب ما ده يا شباب بيساوي انجليزي تقاطع الفرنساوي على احتمال الفرنساوي. مش احنا كنا بنقول ألف بشرط ب بيساوي ألف تقاطع الب على احتمال الب؟ نفس الكلام بالظبط. انجليزي بشرط فرنساوي يبقى التقاطع على الفرنساوي. طب هو احتمال التقاطع بيساوي كام؟ التقاطع 350 من 1000. 350 على العدد الكلي. طيب واحتمال الفرنساوي، الفرنساوي 500 لو جمعتهم الفرنساوي هتلاقيهم 500 على 1000. روح اقسم تلاقي ال 1000 راحت مع ال 1000 و350 على 500 تطلع كام؟ 7 على 10. ده 7 من 10، 7 على 10 اللي هي 7 من 10 اللي هو الاختيار قبل الأخير. وبكده يا شباب نبقى خلصنا شرح الفصل الأول والفصل الثاني. نشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد مع الفصل الثالث والرابع. إلى اللقاء، تحياتي.